حكم المنصوص عليه عندكم الذي نتبعه الآن ودلل عليه بقرآن ربنا. أستاذ محمد أنت يعني معلش، لا مش أنا، معلش أنا قلت لك أنا في شروط المناظرة قلت أنا أمثل الجمهور. نعم. نعم. أنت تنافيت يا أستاذ محمد بأن هذا الموضوع نتطرق إليه في المهدي. نعم حلو واتفقنا يعني من هو الحاكم؟ أجب ونؤجل الحوار. نعم. يعني إذا أنت تقول أن المهدي المنتظر نعم. في السرداب لا هو السرداب الإمام. مع احترامي من قال أنه في السرداب كذاب. امال أين هو؟ هذا تدليس. أين هو؟ مثلث برمودا موجود على قيد وله ذرية وابنه أحمد الحسن عليه السلام موجود وهو المهدي. يعني الله أكبر. اسمع. نعم. واللي قال إنه في مثلث برمودا كذاب. يعني القرآن كذاب. الحمد لله وشهد شهيد من أهلهم. نرجع يا حبيبي. اتفضل. الآن وصلنا لدرجة ممتازة. أنت قلت كلام غاية في الجمال والبهاء بس لم تجيب. لم تجيب. الله أعلم الليلة حتشوف منام عنوانه لم تجيب. السؤال الآن المهم. تفضل. قلت كلام غاية في الجمال والبهاء. قلت معقول واحد يصنع مصنع أيوة ويتركه مصنع بدون جميل. نعم. الآن بعد أبي بكر المصنع هذا الدنيوي لمن تركه الله؟ برضو انت بتلف وتدور. ما انا اجيب لك روايات من هم ومن القرآن. ذكرت لك ان اولا نثبت حقيقة الحاكمية. نعيد السؤال. يا والله يا شيخ تجاوزنا هذه المسألة. أيوة دخل بعد إذن حضرتك. تجاوزنا هذه المسألة. أنت قلت الآن أن الذي نتبعه حي يرزق. من هو؟ الإمام المهدي عليه السلام حاليا موجود. واليوم ابنه الإمام أحمد الحسن المهدي حي هو وصيه ورسوله موجود وهو إمامنا. تتواصل أنت معه؟ نعم. تتواصل معه؟ والله لا أتواصل مباشرة. هل يحكم؟ لا يحكم. طب أليس من صفة الإمام أن يكون حاكما؟ سبحان الله، كم من إمام وكم من نبي وكم من رسول لم يحكم. سأقاطعك بدون داعي. قررت قناة صفا باتفاق بالإجماع على أن تفتح صفا لهذا الإمام أن يأتي هنا ويعلن بعته. مع احترامي يا شيخ عدنان هذا ليس موضوع المناظرة. نرجع للإمامة مرة أخرى. بعد إذن حضرتك. نرجع للإمامة. رجعنا عن المسألة. بعد إذن حضرتك. نرجع الآن سألتك أنت تقول أنه إمام وواجب الطاعة. أنا أقول أيها السنة أيها الشيعة واجب عليكم أن تطيعوا هذا الإمام اللي نصبه الله. باقي حاجة واحدة فقط. نحن نطلب هذا الإمام والآن أتبرع $100,000 والله العظيم لا أكذب. $100,000 وهناك إذن من الحكومة المصرية بدخوله البلاد وحضوره هنا ليطلب البيعة من المسلمين ويجيب لنا آية من القرآن أنه منصب من الله من قبل الله. أيوة انتهت المناظرة. سيسلم الناس كلهم. بالله عليك يا شيخ عدنان عيني. هل هذا سؤال تبع الموضوع؟ لا سؤال واضح وصريح. لا معلش. أنت تقول أن أنا لا أذكر أسماء حتى لا أدان قانونا يعني لأن أنا أمتحن الإذاعة والتلفزيون. الإمام الذي ذكرته تقول أنه موجود وأنتم تتبعونه. نعم. وهذا الإمام أنتم تتبعونه وهو واجب الطاعة لأنه منصوص عليه من قبل المولى في قرآنه. من قبل. هات لي الآية اللي بتقول أن هذا الإمام هو المنصوص عليه. تفضل. أولا هل كل شيء مذكور في القرآن؟ نعم. في الأصول. نعم. أليست الإمامة أصل من أصول الدين؟ موجود الإمام. هل أصل من أصل الدين أم ليست أصلا؟ طيب أصل إذا لن يتجاوز يعني القرآن ذكر الحيض. ماشي. أنت حضرتك مع احترامي أنا أجاوب على السؤال. دلوقتي الأستاذ محمد بيسأل عن أسماء الأئمة في القرآن. نحن بدأنا بالمصنع. دلوقتي الأصل موجود أئمة. أيوه بدأنا بالمصنع موجود مذكور كلمة أئمة في القرآن أكثر من مرة. يا سلام. الأصل موجود. اسمع لكن أنت تطالبني بأسمائهم في القرآن. أيوه صح كده؟ لو إشارة مذكورة في القرآن أصل. هل موجود كم ركعة في القرآن؟ هل موجود كلمة المغرب والعشاء في القرآن؟ لا والله. طب خلاص. أنا بعد شيخنا لا عفوا يا شيخ عدنان يعني أصلا السادة المشاهدين يفهموا يعني هو أنت طالبت الأستاذ عبد العال بأسمائهم في القرآن؟ لا. لم يطالبك؟ لا. هو طلبك بآية بعد إذن حضرتك. طلبك بآية الصلاة ذكرت وهي أصل في الدين. نعم. والإمامة ذكرت أصل في العبادة. أما الإمامة فهي أصل الأصول. ذكرت الإمامة. هي أصل الأصول.
أين هذا الذكر للإمامة؟ اتفضل. أعطيني آية بس شوف اتفضل. حتى يفهم الناس. يعني هو ده اللي بنناقشه من أول الحلقة يا أستاذ عبد العال. يا شيخنا. طب بالله عليك أولا تم بسؤالي. يا أستاذ محمد يا أستاذ محمد إحنا دلوقتي بدأنا الكلام بإثبات من القرآن إن فعلا الحاكمية لله. هل الشيخ عدنان أقر بأن واجب الطاعة فقط المنصب من قبل الله؟ طب الحاكمية جزء من الإمامة ولا الإمامة جزء من الحاكمية؟ الإمامة صفة لحاكمية الله. يعني أنا عايز أسأل السؤال بس بتاعي بس عشان المشاهدين يفهموا، لأن أنا عايز أوصلك لأنك لازم تجيب لي دليل من القرآن. نعم. الحاكمية أصل أو كل ولا الإمامة هي اللي كل والحاكمية جزء؟ الإمامة كما ذكرت هي صفة نبي رسول إمام. يعني الحكم جزء من الإمامة ولا الإمامة جزء من الحكم؟ عشان بس أوصل اللي أنا عايز أوصله للسادة المشاهدين. اتفضل. أيهما عم، الحاكمية أم الإمامة؟ ما هي الإمامة من يدخل عباءة من؟ اتفضل. نعم الحاكمية الإمامة. يعني عندي السنة هوضحها. عندي السنة أن الحاكمية للناس بمعنى أن تنصيب الحاكم من قبل الناس. عندنا تنصيب الحاكم من قبل الله. جميل، وافقناك. أعطينا الدليل أن التنصيب من قبل الله. بس هو ده سؤالنا من أول الحلقة يا أستاذ عبد العال. تفضل. لن نخرج عن جواب هذا. طيب ناخد ده بعد الفاصل. أسجل السؤال. أسجل هذا السؤال يا شيخ عدنان. أين الدليل على أن الإمام منصوص أو الحاكم الإمام أو الحاكم منصوص عليه من الله؟ بعد هذا الفاصل انتظرونا مشاهدينا الكرام. يجب التنصيب